حضرتك كل ما تتخانقي مع جوزك تروحي تدخلي صاحبتك في الموضوع. ده صح ولا غلط؟ ده لا صح ولا غلط، ده كارثة. كارثة يا جماعة الناس اللي بتدخل أصحابها في الموضوع. هي صاحبتك دكتورة معالجة نفسية، انت مصاحبة معالجات نفسيات؟ لا، هما ناس مش متخصصين. يدخلوا يعكوا الدنيا، يدخلوا تشوف جوزك تعجب بيه، يدخلوا تعرف ايه المشكلة وتعجب بجوزك وتبدأ هي تديله المشكلة. يعني مثلا دخلت لقت ان جوزك متضايق منك علشان بتهمليه، مش مهتمة بيه، انت عايز ده وانتي بتهملي جوزك، انا بقى هديهولك. تدخل هي تدي لجوزك الاهتمام وبمنتهى الحنية والعطاء، تبدأ هي تقرب له وتهتم بيه علشان تبين له قد ايه انا مميزة عن مراتك، قد ايه انا احسن من مراتك، شوف انا اديتك الحاجة اللي انت عايزها. ليه بتدخلوا ناس مش متخصصين؟ مش هيفيدوكوا لان دي مش شغلتهم، ومش هيتكلموا بحيادية لان هم مش مختصين، ومش اهل حكمة وناس كبيرة عشان يتكلموا بشكل محايد. بل بالعكس ممكن شيطانهم يتدخل، اللي هو ايه ده جوزك جميل وفي حاجات ناقصاني وانتي مش عاجبك وبتتخانقي معاه، طب انا بقى هدخل اديله الحاجات دي؟ هو انا لا يا راجل زي ده؟ هتقولي لي بس صحباتي محترمات وبيحبوني ومش عارف، انا ما قلتش ان هم وحشين، هم زي الفل، بس في حاجه اسمها شيطان يا جماعه. بيدخل بيوسوس لنا. انت مصاحبه واحده زي الفل بس شافت جوزك، الشيطان اتحرك جواها، ده جوزك جميل قوي وانت بتشتكي منه، طب تعالى انا هديك اهتمام وهديك علشان تسيب صاحبتي وتجيلي. ونرجع نقول هي ليه صاحبتي خطفت جوزي؟ ليه؟ ده حبيبتي، ده عشره عمري. شيطان يا جماعه، شيطان. وانتوا غلط. تعالي يا صاحبتي اقعدي معايا في البيت، تعالي اقعدي معايا في العيد، تعالي اعرفك على جوزي، تعالى لما اعرفك مش عارف على مين. في شيطان جوانا، ناخد بالنا. الموضوع مش بالبساطه دي. طب انا عايزه مشكله مع جوزي، روحي المعالج نفسي، مش عارفه اروح له، في دلوقتي اونلاين كل حاجه بتحصل وانتوا قاعدين في بيتكم. روحوا خدوا استشاره عند حد اونلاين، حد مختص. ما تدخلوش اي حد في الموضوع وترجعوا تقولوا هي ليه خطفت جوزي. ما هو انتوا اللي خربتوا بيتكم بايدكم.